اهلا بكل متابعين ابولو ليج. برافو بيراميدز، هايل. وبكل احترام بقدم التهاني لفريق بيراميدز اللي من غير جماهير، الفريق اللي بيلعب من غير جماهير، بس فريق فيه لعيبه وفيه مدرب. بكل احترام وقناعه بقول له مبروك رغم تحفظي عليه. بس الحقيقه اللي لازم اقولها لنفسي ان مفيش الاهلي مش موجود. مش هضحك على نفسي ولا هضحك عليكم ولا هقول لكم اي اسباب ولا اي مبررات. هو في حاله فوضى وعشوائيه وعدم وجود خطه اصلا، لا خطه لعب ولا خطه تاهيل ولا خطه اصلاح عيوب. هي شويه نجوم كتير كده ومرصوصه جنب بعضها في الملعب. ده النادي الاهلي دلوقتي محطوطين جنب بعض. الحقيقه اللي لازم نعترف بيها ان النجوم دي كلها واللعيبه دي ما ينفعش ان هي تجتمع كلها في فريق واحد في ماتش واحد. ما ينفعش. يعني ما ينفعش اقول بين رمضان وتريزيجيه وبن شرقي وامام عاشور وديانج. ما اقدرش اقول كل الاسامي دي مره واحده. على الاقل 2 بس يلعبوا مع بعض من الاسامي اللي بقولها دي في ماتش واحد. الخلاصه ان هم مش نافعين يلعبوا مع بعض. دفاع النادي الاهلي مجموعه من الهواه، حرفيا اللي انا بقوله ده مجموعه من الهواه. ناخد مثال لاحمد رمضان بيكم، لما نشوفه عمل كام خطأ في المباراة نلاقيه لوحده عامل 10 أخطاء. أعلى درجات الاستهانة، بس المرة دي من بيراميدز للنادي الأهلي. ليه؟ عشان النادي الأهلي بقى قدام بيراميدز نموذج فوضى، نموذج عشوائية، نموذج فردية، نموذج بطء، نموذج للأنانية. مفيش أي لاعب في النادي الأهلي عنده حماس أو شراسة هجومية أو ولا شراسة دفاعية. حتى سباق السرعة اللي يكسب الفريق اللي قدام النادي الاهلي بيلعب، بيراميدز كان او غزل المحله او اي فريق هيقابل النادي الاهلي. مفيش ولا مركز في النادي الاهلي ولا لاعب بيقوم بدور خالص. لا المدافع بيدافع ولا المهاجم بيهاجم. تعالوا كده نشوف الهدف الاول. هنلاقيها كرة ثابته اتشاطت على الشناوي اللي صدها القائم، رجعت. مفروض بقى تلاقي اشرف داري صاحي. لا، اشرف داري مش موجود. مين اللي صاحي؟ وليد الكارتي اللي دخلها الجون ببراعه. تعالوا نشوف الهدف الثاني. هنلاقي لاعب الوسط بتاع بيراميدز لوحده خالص، ماشي بالكرة لوحده خالص، ويشوطها يوديها للوينج الشمال. لاعب الوينج الشمال ايفرتون اللي برضو كان لوحده خالص، وكان معاه كمان الباك الشمال محمد حمدي. الاثنين في ناحية الشمال فاضيين خالص. يعني المفروض نشوف ايفرتون يكون معاه
محمد هاني. نبص على محمد هاني فين؟ محمد هاني مش معانا. نبص على محمد حمدي اللي المفروض يبقى مين معاه؟ زيزو. فين زيزو؟ مفيش زيزو. الاتنين لوحدهم خالص. استلم الكورة محمد حمدي بمنتهى الراحة ومساحة قدامه، يفكر براحته جدا، يفكر السنة يعمل ايه. اللي يمشي يوقف الكورة ويمشي بالكورة بكل سلاسة ويشوطها لأبعد واحد في منطقة الجزاء، اللي براسه بيديها لوليد الكارتي برضو ويجيبها الهدف الثاني، اللي برضو وليد الكارتي ما كانش معاه اي حد خالص جوه منطقة الجزاء وغير مراقب، وهاتها محمد الشناوي من الجول. محمد الشناوي اللي اتذكر اسمه في المباراة اكتر لاعب تقريبا، وده ليه؟ لان محمد الشناوي كل لعيبة النادي الاهلي بترجع له بالكورة، لازم محمد الشناوي يلمس الكورة الاول. محمد هاني عدى نص الملعب بتاع النادي الاهلي ودخل نص الملعب بيراميدز، وفجأة كده لقيته مرجع الكورة لمحمد الشناوي. ليه؟ مش عارف. محمد الشناوي اللي لولا امبارح بعد ربنا كان الماتش ده خلص 5-0، شايل لوحده 3 انفرادات غير الجونين اللي دخلوا فيه. هجمة واحدة بس للنادي الأهلي في الشوط الأول، وهجمة واحدة بس للشوط الثاني للنادي الأهلي في الشوط الثاني. النادي الأهلي ليه 5 ركنيات في الشوط الأول و5 ركنيات زيهم في الشوط الثاني، ولا أي تأثير على محمد الشناوي، على أحمد الشناوي، على حارس مرمى نادي بيراميدز، من غير فايدة خالص. 10 ركنيات في المباراة من غير خطورة على مرمى بيراميدز. قولا واحدا، الأهلي محتاج في شهر يناير 4 مدافعين، ومن دلوقتي مدرب آخر، ويا ريت يكون مدرب مصري. أنا مش عارف إيه الإصرار إن لازم يكون مدرب أجنبي ماسك النادي الأهلي، مع إن كل التجارب أثبتت إن أفضل النتائج كانت مع النادي الأهلي لما كان حسام البدري موجود أو عماد النحاس موجود أو غيرهم. أنا حزين جدا طبعا، قلت ما طلعش فيديو والواحد متضايق، لان مش ذنب الناس اللي بتتفرج علينا ومتابعانا تلاقينا متضايقين. بس الاهلي في مشكله خططيه، مشكله بدنيه. خططيه لان مفيش مدرب، وبدنيه لان مفيش لعيبه عايزه تبقى رجاله في الملعب. كل لاعب بيعتمد على حرفنته وعلى مهارته وعلى خبراته. كل واحد عاوز يثبت ان هو احسن من اي لعيب في باقي الفريق. ريبيرو طلع 0 كل حاجه. انا مش عارف الراجل ده كان بيدرب اورلاندو ازاي، بجد مش عارف. ملوش اي دور خالص، ولا حتى عارف هو على خط الملعب يعمل اصلاح للعيوب اللي جوه الملعب. مش عارف، لا وجود له نهائيا. بعيدا عن الماتش بقى واللعيبه والمدرب، هو انا بس عايز اعرف، هو الدنيا كلها ما فيهاش غير حكام من اسبانيا؟ هي اسبانيا كلها ما فيهاش غير الحكم ده؟ يعني انا عايز حد يجاوبني. الحكم ده عارف ان بيراميدز
معترض عليه وجاي وعارف كده، ومحطوط له 2 حكام في الفيديو عشان يعرفوه اللي بيحصل من الجهاز ومن اللعيبه. مش هتكلم في اي تفاصيل عن اللي حصلت من التحكيم، كلنا شفنا الماتش وشفنا اداء التحكيم. ماليش نفس بصراحه اتكلم على اي حاجه خاصه باي موقف حصل جوه الماتش. هل دي اوفسايد؟ هل دي بلين؟ هل ده يستحق انذار؟ هل ده يستحق طرد؟ ماليش نفس. حبيت اطلع اقول كلمتين عشان الواحد لازم يطلع يتكلم مع الناس اللي متابعاه. ده حقكم عليا. والتاني مرة بقول لبيراميدز وبكل احترام، انتوا فريق محترم. اشوفكم في فيديو قادم قريب.